ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. جالي تساؤل: انا ما جبتش تقدير الترم الاول ايا كان السبب، انا ما كنتش بذاكر، انا ما كنتش عارفه اذاكر ازاي، انا ما حلتش كويس، ما كنتش عارف الحل. طيب المهم انا هقدر اعوض، وهعوض ازاي؟ بالنسبه لتقدر تعوض، تقدر تعوض التقدير كويس جدا جدا جدا. طيب انا في سنه اولى تانية انا ممكن ابقى معيد، بس بشرط ان انت تقفل المواد اللي جايه، وعشان اقفل المواد ده عايز مجهود وعايز امتياز. تمام. طيب انا دلوقتي هعوض ازاي؟ اولا ما ينفعش ان يكون الامتحان فاضله شهرين وانت ما بدأتش تذاكر. ايه حجتك انك مش بتذاكر؟ انا حجتي ان انا لسه هدخل في المود والكتب نازله وتمام، خلاص ماشي هتذاكر من الكتاب. انا اتكلمت قبل كده عن طريقه المذاكره من الكتاب. طيب انا مش بذاكر غير قبل الامتحان باسبوعين عشان الفاينل ينزل. اولا مذاكره قبل الامتحان باسبوعين دي مذاكره ما تهيئكش غير انك تنجح بالزق. لا انا جبت امتياز قبل كده، جبت صدفه مش جبت اساسي، يعني كده كده درجاتك هتنزل بعد كده. ليه؟ لان كميه المواد كبيره، الكلام كتير، وده فيه ارهاق لذهنك شديد جدا. لما تاخد المعلومه مرتاحه هتعرف تراجعها مره واثنين وثلاثه واربعه. فالحل انك تبدا تذاكر دلوقتي، خاصه انك ما عندكش حجه اصلا انك تاجل المذاكره. ليه؟ لان مثلا انا هذاكر من الكتاب، خلاص انت اوريدي هتذاكر من الكتاب، وانا اتكلمت في الموضوع طريقه مذاكره الكتاب. طيب انا هذاكر من فاينل رايت اصلا موجود من اول نزول الكتب. هو عباره عن ايه؟ المذكره عباره عن سؤال وجواب، مكتوب العناصر في الاول، وكمان فيها الاسئله المهمه متحدده وجت كام سنه، وكمان فيها الام سي كيو، وكمان فيها امتحانات سنين فاتت وحلها. فانت ما عندكش مشكله انك تذاكر من دلوقتي. لا انا مستني فاينل معين، خلاص. لو انت مستني فاينل معين لاي سبب من الاسباب، برغم ان انا بالنسبه لي مذكرات رايت اجابات نموذجيه، بس دي بتبقى اريحيه، وانت متاكد المذكره اللي هتذاكر منها دي اجاباتها نموذجيه، ودي تعرفها تقارنها من الكتاب تشوف الاجابات نموذجيه ولا لا. تمام. طيب انا لا هستنى لما الفاينل الفلاني ينزل، خلاص ذاكر من الكتاب، المهم ان انت ما تضيعش التقدير. طبعا انا بكلم الناس الصفوه المتميزين اللي عايزين يجيبوا امتيازات. اما الناس اللي عايزه تنجح وخلاص دي سكه تانية خالص بعيد عن اللي انا بتكلم فيه. ده هينشن على 3 4 5 اسئله، يا ينجح بيهم يا ما ينجحش بيهم، وفي الغالب مش هتصيب معاه. ليه؟ لان الامتحانات بقت متشعبه، وبقت بتيجي مش على نمط واحد، وبقت بتيجي من جزئيات من بين السطور، خاصه مع دخول الام سي كيو. فمعنى انك تعتمد على اسئله معينه هي اللي هتيجي، ما عادش ده موجود. بقالنا 20 سنه مش موجود. يعني هتلاقي نفسك صادفت نفسك في مواد ودخلت رأفة وشلت مواد. طب وليه اصلا انت بتعذب نفسك كده؟ انت لو ذاكرت كل يوم ساعه او ساعتين قبل الامتحان بشهرين ده هيفرق معاك جدا، بالذات ان انت مش هتتعرض لضغط عصبي قبل الامتحانات. تمام. ده بالنسبه لطريقه التعويض. طيب ده بالنسبه للمذاكره. انا دلوقتي لما اجي افتح الماده والاقي نفسي ان انا مش فاهم المواد اصلا، وانا عشان اذاكر كويس واجمع كويس واجيب امتياز لازم ابقى فاهم. طيب احضر للدكتور، اسمع ريكوردات الدكتور، الامور ما مشاتش معايا برضو ممكن الجا لحد يفهمني. لو برضو الامور مش ماشيه معاك الجاولي، رقمي 010 9 2 7 8 5 2 1 1. تمام. طيب ده لو انتوا وقفت معاكوا حاجه. لو انا مثلا الماده عندي لا خلاص انا مش قادره افهمها ومحتاج حد يبقى معايا فيها، ممكن تلجأوا للكورسات. طيب انا عندي مثلا الكورسات لا انا مش هقدر اروح واجي ومعرفش ايه، هيبقى بعيد عليا وانا قاعد في سكن كذا ظرف من الظروف دي. انا اصلا بقيت برجح الكورسات الاونلاين، ما عدتش برجح الكورسات الاوفلاين دي خالص، لانها فيها تهدير للوقت والفلوس. يعني خلينا مقتنعين ان الاونلاين انت بتسمعه براحتك، بتسمعه اكتر من مره واثنين وثلاثه واربعه، بتسمعه زي ما كما يتراءى ليك. لكن الاوفلاين مواصلات رايحه ومواصلات جايه وتضييع وقت وكلام حاجات كتير ملهاش اي لازمه. طيب بالنسبه لان انا هقدر قدامي الوقت ده قبل الامتحان كافي ان انا اقدر اعوض، كافي جدا. طيب جدول بسيط كده للمذاكره. هناخد كل يوم لو هنذاكر من الكتاب، لو انت عارف تلخص من الكتاب، لو انت عارف. لو انت مش عارف يبقى ده مش وقت ان انا اجرب دلوقتي. لو انت عارف تلخص من الكتاب كويس جدا وتبقى متأكد ان انت بتلخص حلو،
ذاكر كل يوم 50 صفحة. النهاردة هنذاكر 50 صفحة، طبعا دول هيحتاجوا مذاكرة 50 صفحة، دول هيحتاجوا حوالي يعني 8 ساعات في اليوم، بصراحة 7 ساعات عشان تقدر تذاكر كويس. هتذاكرهم، وقبل ما تذاكر الجزء الجديد النهارده هنقرا الجزء بتاع امبارح اللي هو الخاص بتاع امبارح. طيب لو مذكرات، لا هبدا اخد المذكره كل يوم مثلا سؤالين بما يعادل 5 صفحات. تمام كده هنخلص المنهج في شهر، ونرجع نعيده في الشهر التاني، وقبل الامتحان نعيده في الشهر التالت، وكمان قبل المراجعه بتاعه الامتحان بقى قبلها بيوم، يبقى رابع مره. كل مذاكره من دول بتحصل 30%، فهتدخل الامتحان حافظ الكلام ده. بالذات الناس اللي هي بتبقى مش بتستوعب او بتحفظ من اول مره، ده طبيعي جدا، انت بتحصل كل مره جزء معين. تمام، ده هيجي بتكرار المذاكره، هتلاقي الامور اسهل بكتير. اتمنى ان انا اكون جاوبت على كل الاسئله او كل الاستفسارات الخاصه بموضوع التعويض. وبرضو بكرر ان انت تقدر تعوض في المواد حتى لو في سنه رابعه فاضلك ترم واحد. ليه؟ لان التقدير تراكمي، والدرجه بتفرق من مكان لمكان ومن وظيفه لوظيفه. اتمنى ان شاء الله اي استفسار اكون معاكم، واتمنى ان شاء الله اكون غطيت كل الاسئله او الاستفسارات اللي جت. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.